إذا صار بي شي وصلوا سلام الأهل. وراح احكي بدون ما احرك حلقي حتى ما ينتبهون علي انا جاي احكي. أنا من عشاق الهمبرجر، جربت قبل أكلت أكلة يم فاير فلاي والصراحة اعتمدتها، دائما ظليت أكلها لأن أكلة كلش طيبة ومشبعة ومفيدة كذلك، لذلك نشرت منشور على الانستغرام وطلبت أخوان شنو رأيكم بمطعم فاير فلاي أو بالأخص همبرجر فاير فلاي. فرد علي أحمد وقال من أمام فاير فلاي. ما أعرف ليش العالم مكبرة هذا المطعم، أولا أكلهم تعبان وخاصة الهمبرجر، ثانيا التعامل موظفيهم مشمرون بالحكي كأنهم يردون يتعاركون، ثالثا بالنسبة لستايلهم أقيمة 4/10، رابعا بالنسبة للأكل 4/10، وخاصة الهمبرجر لا لون لا طعم ولا رائحة. معقول أنت هيك تقول؟ هذا هو المطعم، خلينا نروح نجربه. السلام عليكم. شوكولاتي. أنا رائد كلاسيك برجر وبس رائد قسمة على يعني زائد، يعني شوية ما أقدر أفتح حلقي وآكل. أكو بس ماكينة؟ العداء ما أفتح. قل عيني. راح احكي بدون ما احرك حلقي حتى ما ينتبهون علي انا جاي احكي. بالنسبة للمطعم الديزاين مالته كلش حلو مرتب، يعني كمطعم وجبات سريعة مرتب. الإنارة مالته هادية وجميلة تعطي طمأنينة، ووصل الأكل. أحمد هذا الشيء إذا طلع 4/10 راح آكل تليفون. اللحم مستوى عدل، الخبز جدا طري وبالنكهة خاصة، الصوص مضبوط ومتوازن وجاي عدل، تعامل الكادر جدا ممتاز. ما أدري شلون أنت حسبته 4. خليني أستمتع بالوجبة. آخر لقمة وأوبا بخ. هو ما فزيتوا، أنا آسف، هاي آخر مرة أسويها. المهم فاير فلاي يستحق التجربة، وأحمد شكرا على المشاركة، بس أعتقد لازم ترجع وتعيد حساباتك. وتقييمي للمطعم 9.5/10، والله المطعم يستاهل التجربة. دائما أقرأ تعليقاتكم وتجي خاصة على الفيديو الراها، والله تعليقاتكم يعني صدق فتشي يرفع الراس، فشكرا لكم جميعا. شباب إذا أكو مطعم ثاني تحسون مظلوم أو أحد قال لكم لا تجربونه، تعالوا أنستوا وسولفوا لي عنه حتى نجربه وننقل التجربة كاملة. وأنت يا عزيزي ممكن يطلع تعليقك بالمقطع الجاي. هسه يجونا عالم بالتعليقات، ها ليش